فنانين تركوا السنة واعتنقوا المذهب الشيعي. زهرة عرفات ممثلة بحرينية من أبرز أعمالها مسلسل درب الهوى، تركت السنة واعتنقت المذهب الشيعي ولها من العمر 56 سنة. المطربة الكويتية نوال صاحبة الصوت المميز تركت السنة واعتنقت المذهب الشيعي ولها من العمر 59 سنة. رغدة محمود نعناع ممثلة سورية أبرز أعمالها فيلم الإمبراطور، تركت السنة واعتنقت المذهب الشيعي ولها من العمر 68 سنة. حنان شوقي ممثلة مصرية اشتهرت في حقبة التسعينات، حيث تركت السنة واعتنقت المذهب الشيعي ولها من العمر 58 سنة. راغب علامة مطرب لبناني اكتسب شهرة كبيرة على الصعيد العربي، حيث ترك السنة واعتنق المذهب الشيعي وله من العمر 63 سنة. أثرى أحمد بدير الفن المصري بالعديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، حيث ترك السنة واعتنق المذهب الشيعي وله من العمر 80 سنة. الفنان المصري أحمد ماهر اشتهر بأعماله التلفزيونية والمسرحية، ترك السنة واعتنق المذهب الشيعي وله من العمر 79 سنة. الفنانة المصرية وفاء الحكيم اشتهرت في حقبة التسعينيات، تركت السنة واعتنقت المذهب الشيعي ولها من العمر 62 سنة. فنانين تركوا السنة واعتنقوا المذهب الشيعي. زهرة عرفات ممثلة بحرينية من أبرز أعمالها مسلسل درب الهوى، تركت السنة واعتنقت المذهب الشيعي ولها من العمر 56 سنة. المطربة الكويتية نوال صاحبة الصوت المميز تركت السنة واعتنقت المذهب الشيعي ولها من العمر 59 سنة. رغدة محمود نعناع ممثلة سورية أبرز أعمالها فيلم الإمبراطور، تركت السنة واعتنقت المذهب الشيعي ولها من العمر 68 سنة. حنان شوقي ممثلة مصرية اشتهرت في حقبة التسعينات، حيث تركت السنة واعتنقت المذهب الشيعي ولها من العمر 58 سنة. راغب علامة مطرب لبناني اكتسب شهرة كبيرة على الصعيد العربي، حيث ترك السنة واعتنق المذهب الشيعي وله من العمر 63 سنة. أثرى أحمد بدير الفن المصري بالعديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، حيث ترك السنة واعتنق المذهب الشيعي وله من العمر 80 سنة. الفنان المصري أحمد ماهر اشتهر بأعماله التلفزيونية والمسرحية، ترك السنة واعتنق المذهب الشيعي وله من العمر 79 سنة. الفنانة المصرية وفاء الحكيم اشتهرت في حقبة التسعينيات، تركت السنة واعتنقت المذهب الشيعي ولها من العمر 62 سنة.